بلاتي عليك اختي وبلا ما تعجبي، لان ماشي ضروري يكون عندك الماكينه باش تحضري البوشنيخه ولا الشبكيه ديال الحليب. غنحضرها معكم ان شاء الله في الهشوار، ما غنحتاجوا لا نعجنوها ولا ندلكوها، وكذلك غنحضرها معكم بلا ماكينه بطريقه اللي سهله وسريعه. كوني اكيده كلشي غيسولك على الطريقه ديال التحضير. كما العاده ما ننساش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى بركة الله. كما لاحظتوا معايا اليوم ان شاء الله غنحضر معكم البوشنيخه ولا الشباكيه ديال الحليب. غنحضروها ان شاء الله في الهشوار، وكذلك غنحضروها بدون ماكينه. لهذا خليكم مع الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. بالنسبه للهشوار يعني سواء كان عندكم هذا اللي كيكون عنده شفرات كثارين يعني مواس كثارين، ولا اللي كيكون عنده غير جوج ولا ثلاثه اللي عندكم كتقضيو به. على بركه الله. اول حاجه كنضيفوا الدقيق، غنحتاج 5 ديال الكؤوس اللي هي 500 غرام. وكملاحظه بالنسبه للناس اللي بغاو يحضروا كميه يعني اقل، يمكن لكم تقسموا النواشف وكذلك السوائل بالتساوي. ضفت واحد شويه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال سكر فانيلا ولا النكهه ديال الفاني، وتقريبا راس معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. ما تكتروش باش هكا الشبكيه ديالكم ما تجيكمش كتهرس. وفي نفس الوقت كنضيفوا غير شي شويه باش كتجينا هشيشه. وغنحتاجو ان شاء الله الزبده، عندي هنايا 125 غرام. القطعه اللي كيكون فيها 250 كنقسموها على جوج. سواء كانت عندكم في الثلاجه ولا برا الثلاجه كتخدموا بها مباشره، لان الهشوار بصراحه كيساعد بزاف. غتشوفوا ان شاء الله جميع التفاصيل. هنا من بعد ما قطعت الزبده كنطحنوها في الاول مزيان، بحيث الزبده كتدخلنا في الدقيق وكترمل ولا تلبس، يعني الدقيق كيتلبس بالزبده. تقريبا هكا واحد 30 ثانيه وكنشوفوا على الدقيق ديالنا. على بركه الله. الا بان لكم هكايا الدقيق مازال خصو الطحين كتزيدوه. انا هنايا كما كتلاحظوا معي حسيت به مازال حرش شي شويه، يعني الزبده لانها كانت في الثلاجه كتكون شويه صلبه. غنزيدوا شي دورات باش كيتلبس اكثر بالزبده كما ذكرت لكم، وكتدخل فيه مزيان وكيترمل. وبالنسبه للمده ديال الطحين يعني كتبقى على حساب الهشوار ديالكم. نتوما كطحنوا نتوما كتشوفوا في الخليط. لاحظوا معايا دابا كيفاش ترمل ورطاب، بحيث كتضغطوا عليه هكايا كتلقاوه يعني كيتجمع، وفي نفس الوقت يعني مرمل وملبس بالزبده. في هذه المرحله هذه غنحتاجو ان شاء الله الكاس ديال الحليب اللي هي واحد 150 مليلتر. بالنسبه للحليب خصو يكون دافي لان الجو بارد والمكونات كاملين باردين. في حاله الا كانت الصيف والجو سخون يمكن لكم تعجنوا بالحليب بارد باش هكا العجينه ديالكم ما تخففش معكم، لان كما كنعرفوا مع الدوران ديال الطحين يعني الخليط راه كيسخن. صافي هنا كنطحن تقريبا هكا واحد 30 ثانيه ولا 20 ثانيه كما ذكرت لكم على حسب الهشوار ديالكم. وكتراقبوا العجينه يعني كتضغطوا عليها باليد ديالكم بان لي مازال حرشه، يعني يلاه تشربت الحليب غير شي شويه. وغنزيد شويه ديال الحليب. دائما ما تضيفوش الحليب كامل لان كيبقى على حساب النوعيه ديال الزبده، وكذلك النوعيه ديال الدقيق كاين اللي كيتشرب وكاين لا. لهذا ضيفوا الحليب غير شويه بشويه وانتم كطحنوا، لان السر ديال بوشنيخه ولا الشبكيه ديال الحليب خصها العجينه ديالها تكون شويه صلبه. الا كانت خفيفه راه غتعذبكم في الخدمه. ولاحظوا معايا هنايا كنوريكم ملي كتبداو هكا تضغطوا عليها وكتلقاو العجينه كتجمع. صافي هذاك هو القوام المطلوب. في الاول كتبان لكم هكا بحال كسكسو محلحله، ولكن ملي كتضغطوا عليها كتلقاوها كتجمع. هنايا العجينه ديالنا تكون صبحت جاهزه. وبالنسبه للحليب تقريبا بقى لي هكا واحد 2 ديال الملاعق، يعني كما ذكرت لكم على حسب الامتصاص ديال الدقيق. صافي هنا العجينه ديالنا غير كنضغطوا عليها وكنجمعوها، وهكا نكونوا عجننا العجينه ديال البوشنيخه ديال الحليب بطريقه اللي ساهله، ما تعذبنا ما معسنا بيدينا. لان كما كنعرفوا بالنسبه للبوشنيخه ولا العجينه ديالها كتبغي المعيس لانها كتكون صلبه. وبصراحه بالنسبه للهشوار راها من اسرع الطرق اللي يمكن لكم تعجنوا بها البوشنيخه ديالكم.
كما لاحظتوا معي فانا خليتها غير في السطح ديال العمل، يعني في الكوزينه، بحال هكا الا كان الجو سخون كتدخلوها للثلاجه باش هكا كتبقى محافظه على القوام ديالها. صافي هنايا من بعد ما مرات تقريبا واحد 20 دقيقه، دابا ان شاء الله غندوزو للتشكيل. غنحتاجو هنايا المعسه ديال الثومه. كما ذكرت لكم بالنسبه للبوشنيخه فانا غنحضرها معكم بلا ماكينه. كما كنعرفوا بالنسبه لهاد المعسه الثومه يعني اغلبيه كاينه في جميع البيوت، وكملاحظه ما خصهاش تكون ديك المعسه اللي كتخرج من الجنب، يعني خصها تكون دايره بحال الشكل هدايا، بحيث ملي كتضغطوا على العجينه يعني كتهبط، ما كتخرج لكمش من الجوانب. وبالنسبه لهاد المعاسات ديال الثومه كاينين اللي كيكونوا رقاقين، وكاينين اللي كيكونوا شويه غلاظ متوسطين، يعني كل ما كانت رقيقه كل ما البوشنيخه ديالكم غتجيكم رقيقه. لاحظوا معايا هنايا يمكن لكم ديروا غير القياس ديال الحبه، كما يمكن لكم يعني تبداو تضغطوا على العجينه حتى كديروا هكا اشرطه اللي طوال، وعاد كتشكلوا العجينه. هنا ملي تكونوا كتخدموا بالمعسه ديال الثومه حاولوا العجينه تبقى ملتحمه، يعني ملي كتضغطوا لاحظوا معي مازال العجينه في المعسه وانا كنزيد في العجينه، في حاله الا تكيتوا عليها حتى هبطت راه غيتسربوا معكم الخيوط وغيهبطوا لكم من المعسه ديال الثومه. يعني كل ما بغيتوها تكون طويله كل ما العجينه كتبقى ملتحمه. ولاحظوا معي ما شاء الله كيفاش كتجي، بصراحه كتجي رائعه وحسن من ديال الماكينه، وكذلك اسرع، خصوصا الا كانت عندكم كميه قليله نتوما جالسين دغيا كدوزوها. هنا من بعد ما كنكملوا بالتشكيل غندوزو ان شاء الله للطياب. بالنسبه للزيت كنسخنوه على شعله مهيله، ملي كنجيو نوضعوا الحبات كنزيدوا في الشعله شي شويه غير حتى كيطلعوا لنا هكا على السطح ديال الزيت. ولاحظوا معايا كنقص النار كنردها مهيله وكنخليها تكمل الطياب ديالها. فالسر اللي كيخلي البوشنيخه وكذلك الشباكيه كتنتفخ معكم وكتجيكم هكايا شباكيه، خصوصا الشباكيه كتجي مجعبه، هي ملي تجيو توضعوها في الزيت زيدوا في الشعله شي شويه حتى كتوضعوا الحبات غير كيطلعوا على السطح ديال الزيت وكتنقصوا النار. وكذلك بالنسبه للبوشنيخه باش هكا ما تحلش معكم، هنا كنخليوها حتى كتذهب وكتعطينا هكا واحد اللويه اللي ذهبي، وكنطفيوها في العسل وكنزينوها بواحد شويه ديال الجنجلان ولا الكاوكاو اللي عندكم. كاين اللي كيعجبو يزينها هكا بالكوك اللي هو جوز الهند. المهم بالنسبه لهذا بوشنيخه هذه كتواتى مع جميع الاشياء، وبكاوكاو ولا اللي هو الفول السوداني، بصراحه كتجي رائعه، كتجي فيها واحد الطيبه اللي مميزه. وفي الاخر يا احبائي بالنسبه لهاد اللمسات هادو كيبقاو على حسب الذوق وكذلك على حسب المتوفر. لاحظوا معي كيفاش كتجي معلكه وهشيشه، وانا راه وريتها لكم يلاه طيبتها، يعني الا خليتوها يعني كتبقى راه كتزيد تهشش وتعلك. وهكا بقى لي الا نودعكم وعشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هاد الشهر بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو نتلاقى ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامه.